أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التحية للشعب السوداني كافة. كلنا تابعنا، وزول ذاته لو قلبه ما قوي ما أظن بيكمل الفيديو المصور في الموصل العراقية بعد دحر أو بعد طرد داعش من الموصل. وظهر الفيديو فيه سوداني، والسوداني ما بيتلصق ساكت في السودان. سؤال قال له أنا سوداني، وافتكروا هو مع داعش ولا حاجة بالقبيل ده، يعني بيفتكروا انه يعني مسكوه مسكان وكان مع داعش. وظهر انه هو الراجل سوداني مش اخترب، طردته بلده الفقر طرده. هو مش اخترب، ومن الزمن ذاك هو قاعد في الموصل وتزوج من العراق، تزوج عراقية هناك وعايش هناك في الموصل، والدنيا خربت فوقه وهو موجود هناك. والراجل مضروب مكسور، رجله مكسورة، ومسكوا الحشد الشعبي ووراهم انه سوداني يعني. وكلمة سوداني دي اتكررت كتير جدا في الفيديو، والفيديو ذاته لو زول قلبك ما مليان ما بتكمل الفيديو من اول مرة. لكن السوداني اسمه موسى بشير احمد على ما اعتقد اثبت للعالم كله انه السودانيين والجينات السودانية والشعب السوداني ما بيدعي الرجالة وما بيدعي الفروسية. وراهم بيان بالعمل، وورى العالم كله بيان بالعمل انه القلب السوداني ده زي الحجر، والقلب السوداني ده الرجالة جينات موروثة. الراجل رجله مكسورة، والعيال الصغار عيال الحشد الشعبي مهنين الرقبات ديل طبعا بيقولوا الراجل في ايد الرجال مثل الطير في ايد العيال الصغار. المشكلة ما مشكلة انك انت مسكوك ولا ما مسكوك، لانه اصلا ما كان مسلح ولا اي شيء، لكن لقوه مكسور وافتكروا معاه داعش وما داعش. والراجل اخترب بلده، طردتها من الفقر، ومشى اخترب في العراق وقعد في العراق، والاهل العراق زوجوه مرأة وبقى موجود هناك. لكن كلمة سوداني دي ترددت كثير، وكل ما ترددت في الفيديو وبقول له ما انا سوداني وبيضحك. اي سوداني جسمك ده اول قشعريرة او جسمك بكلب، وبتحس بفخر وبتحس باعتزاز وبتحس انك انت صحيح مفروض تبقى سوداني. الحمد لله الذي خلقنا مسلمين وخلقنا سودانيين. التعذيب اللي تعرض للراجل ومباشر، والسلاح في ظهره والسلاح في صدره، والراجل عينه مرمشت لهم ولا طأطأ راسه منهم، ولا حتى تضجر من الطريقة اللي بيعملوا فيها، لأنهم عارفهم غلطانين، لأنه هو مرتكب خطأ. وزمان الناس اللي لما تمشي الدواس والناس يجوا راجعين من الدواس، يوم تحكي للقاعد في البيت، القاعدين في البيت، القاعدين معاه الواحد القاعد معاه خواتها وكلام الرجال ذاته، يعني بيسمع بين القصص. يوم تقص القصص حقت ناس فرسان استبسلوا، بقول لك ده كلام ساكت لأنه ما شاف. لكن هسه العالم كله تأكد إنه الرجال السودانيين بيقولوا الرجال واضحة، ووضحت الآن في الفيديو ده، لأنه لا مدبلج ولا هزار ولا تمثيل ولا علان ولا فلتكان. رجال عديل قبشة، زول ممسوك في ايد رجال وبيلعبوا فيه زي كانه بيلعب، وبيفجعوا الرجل اللي فيها الجرح دي بيفجعوها، ما جبدا منهم، حتى جبدا منهم ما جبدا. التحية له من كل سوداني.
لكن الشغل اللي بحرق الكبود وبحرق القلوب، العراق عذبوا فيها الملايين، ما في حكومة اهتمت بشخص أو أجنبي كمان لولا موقفه كان قوي جدا زي أخونا موسى. أمس وزير الداخلية وكل ضباطه ومشوا له وزاره واحترمهم واكرمهم في بيته، ولأنه الرجل يعني الجنان حقته دي يا أخي الناس التيس ده كان تيسك سمح وكبير ولا تورك سمح ولا أي شيء بتمسك ترابة. خلي إنه فارس بالصورة دي، و يعني العراقيين افتخروا به وأدوا الجنسية العراقية وعلى مرأى ومسمع من الناس كلهم ومن العالم. منح السوداني الجنسية العراقية، ما لأنه عالم، مش لأنه بتاع جري ماراثون ولا بتاع كورة جاب جون، لا، ده منح الجنسية على الصبر وعلى الرجالة وعلى الشجاعة. وين الحكومة السودانية اللي أدت 50 عربية لعيال فوزية لما فازوا بكاس أفريقيا؟ كرموهم، كرموا المنتخب المصري اللي بيفتكر انه السودانيين اصلا يعني درجة ثانية، البهيم في السودانيين، المحتل اراضينا حلايب وشلاتين، اللي عامل بحيرته باللف والدوران والسبهلله حقت المصريين اقام السد في ارضه وخلى البحيره في ارضنا. تكرم الحكومه السودانيه تدوم اكثر من 50 عربيه لعيال فوزيه مهنين خشوم الحفنات، وده عينك يا تاجر يمنح الجنسيه العراقيه، ولا مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء ولا لرئيس الجمهوريه ولا لاي انسان يقول يا جماعه نحن السودانيين. الرجل اللي في العراق اثبت ان السودانيين، اثبت الشجاعه السودانيه، وده يعتبر بطل قومي. وزول ده طلع من هنا، ما طلع عشان يمشي هناك بحج في العراق ولا مشى، لا، مشى طرد الفقر. وقعدته لو قاعد في العراق، لو قاعد 20 سنة ما بحس بعزة وطنه وعزة الوطن زي لما يكون في السودان. ليه الحكومة السودانية ما تمنح الرجل ده قطعة في المنشية، المحل الناس اللي بيسرقوا اللي قاعدة فوق الحرامية دي، ويبنوها له ويعلنوا نفير عام للشعب السوداني، نتبرع ان شاء الله بجنيه واحد، اي سوداني يتبرع للراجل ده ويتشال من الموصل ويقول لهم شكرا جزيلا جزاكم الله الف خير، انا سوداني وبموت سوداني وشجعتي للسودان وتيرابي للسودان. شيلوا من الموصل، جيبوه السودان عزيز مكرم. والقنوات حقتكم كلها ملان اللي فنانين، الفنانه قالت وتنكرنج وتنكرنج، وكل صباح ما اصبح في رمضان فنانين. ديل الرجال المفروض انتوا تكرموهم، وديل الرجال المفروض تعزوهم، وديل الرجال اللي اصلا بيرفعوا اسم السودان عالي. ارجو من الدوله السودانيه تتصل على الحكومه العراقيه وتحمل هذا البطل السوداني في طائره خاصه الى السودان والى اهله والى عشيرته، ونحن نعتز بهذا الرجل وهو فخر لنا. نسأل الله يجعل السودان أمن وأمان ويجعل كل السودانيين فرسان. الله أكبر والعزة للسودان، الله أكبر والعزة للسودان. الفاضل حامد الجبوري.